النهارده هنتكلم عن اخر غرزه معانا وهي الغرزه ال10. اتكلمنا ان غرز التطريز بتتقسم ل3 مجموعات، ودي اول مجموعه اللي هي الخطوط او الحاجات اللي ممكن تدخل كديكور للقطعه اللي انا بعملها. غرزه النهارده هي البلانكت ستيتش، وهي بتستخدم في الكروشيه وفي التطريز، واكتر حاجه بتستخدم فيها هي اطراف العمل الفني او القطعه اللي انا بشتغل عليها، مش دايما بتدخل في شغل جوه القطعه نفسها، بل بتكون كديكور حوالين الاوتلاين بتاع القطعه بتاعتي. انا هنا عامله خط مستقيم ومقسماه نص سنتي، بس هزود بعض الخطوط. هاجي عند كل نص سنتي اطلع لفوق. طول الغرزه ده شيء اختياري، والمسافه بينهم برضو شيء اختياري. مهم تبقى الخطوط مستقيمه وكلها طول بعض. ممكن اقسمها في الاول بالمسطره لو انا مش هعرف اظبط كل الاطوال بايدي. زي ما بنبدأ على طول هبدأ من على الشمال اطلع، وبدل ما هدخل هنا هدخل فوق. هي شبيهة شوية طريقتها لغرزة الفلاي ستيتش. والخيط في ايدي هرجع اطلع من تحت واعدي الخيط واسحب لحد ما كل الخيط يتسحب، وهرجع اعمل نفس الكلام. هدخل فوق وانا الخيط في ايدي وهطلع من تحت. هي الغرزة ديت بتجمع بين غرزة الفلاي وبتجمع معاها غرزة التشين، عشان هي التشين تقريبا نفس الفكرة، ان كل الغرز بتسحب بعض، مفيش حاجة بتمسكهم في بعض غير ده. كده الشكل النهائي للغرزة معايا. قولولي في الكومنتس تتوقعوا المجموعة الجاية هنبدأ بأني غرزة وهتكون أني مجموعة.